من الحاجات الجميلة قوي يا نوران، أو الحاجات الإيجابية اللي أنا عن نفسي بشوفها في شهر رمضان الكريم. بصي، بتلاقي وحدة وطنية قوي جدا. بتبان قوي في الوقت ده. صح، يعني حقيقي. في وقت شهر رمضان بتلاقي المسيحي بيعمل طبق حلو كده، كنافة، قطايف، بسبوسة، ويبعتها لجاره المسلم. مسلم. تاني يوم الطبق ما يرجعش فاضي، لازم طبعا. يرجع بقى مليان. دي وبتلاقي حقيقة. دايما يعني في المكان اللي احنا بنبقى ساكنين فيه بتلاقي الناس بتلم من بعض فلوس. ايا كان المبلغ بيلموه من كل البيوت عشان يعلقوا الزينه الزينة. بتاعت رمضان والنور بتاع رمضان، بيبقى الناس كلها مع بعض كده بتحتفل بيه. مفيش حاجه اسمها مسلم بس بيحتفل، لا، لا. ده المسيحي بيحتفل مع المسلم، صح. وبيبقى اجواء حلوه جدا. انت برضو من وجهة نظرك ايه الايجابيات اللي انت بتشوفيها في الشهر ده؟ بصي، هو في ايجابيات كتير قوي قوي في الشهر ده. لو احنا ركزنا فيها الحته دي فعلا ممكن تفرق معانا وتغيرنا، مش بس في شهر رمضان، لا عامه في حياتنا. يعني في مثلا ايجابيات ان في الوقت ده الشياطين بتكون يعني ممسوكه او بتصفد، ان هي يعني محبوسه او متسلسله. فان احنا فرصه كبيره ان احنا اصلا نتقرب من ربنا سبحانه وتعالى. انا دايما بقول في الحته دي وبحسها مهمه قوي كل رمضان، وهي فكره التغيير. ان انا انوي نيه، والنيه دي تكون صادقه من جوايا، ان انا عايزه اتغير في حاجه فلانيه، عن فعل مثلا انا ما بحبوش، عن فعل مثلا انا نفسي اكون فيه احسن، نفسي اغير عاده في حياتي، نفسي اغير حاجه عشان اكون حياتي دايما تكون احسن. فدي اول حاجه، فكره النيه. فكره ان انا اتقرب طبعا لربنا سبحانه وتعالى. ده اهم حاجة فكره طبعا. الصدقات، ان انا اطلع صدقات. الصدقه هنا بحس ان هي سبحان الله بتبقى سحر. يعني لو انا نويت نيه معينه وطلعت الصدقه، بحس فعلا سبحان الله يعني الحته دي بتتحقق وما بتاخدش وقت طويل، او على حسب طبعا الحاجه بقى والنيه اللي احنا مطلعين بيها. في برضو ايجابيات رمضان، اللمه بتاعت العيله، ان احنا كلنا نكون مع بعض بنتجمع. اوقات كتير بتلهينا ان احنا نقعد مع بعض ونتجمع، فبنستنى اول يوم رمضان، بنستنى مثلا جمعه او مثلا اي ويك اند ونقعد فيه نتجمع. دي بحسها كده حلوه قوي، الدفى بتاع العيله. في برضو الايجابيات التانية بتاعت رمضان، ان هي ممكن ان احنا في الحته دي ان احنا نكلم مثلا حد بقالنا كتير ما كلمناهوش، نبعت مسج حلوه. يا سلام بقى تصالح. لو جارنا ورحنا كده مثلا ادينا له حاجه صغنونه بمناسبه رمضان. الروح الحلوه دي بتبقى حلوه قوي في رمضان وبتفرق معانا. انت عارفة يا نوران، وانا صغيرة جالي فضول اقعد على مائدة رحمن. عايزة اعرف الاكل فعلا، الاكل اللي هو فيه فراخ ولحمة واكل حلو كده، ولا بيحطوا حاجات بسيطة. رحت مائدة رحمن واكلت الاكل، كان حلو جدا جدا فوق ما تتخيلي. جميل، ما شاء الله. احسن جودة وحلويات وعصاير، الاكل فعلا يعني كان حلو جدا وشهي. فبرضو من الحاجات اللي بنفرح بيها اعمال الخير اللي بتتعمل طول الشهر، طبعا طبعا. وشنط رمضان وفي يعني اللي بيبقى معاه برضو امكانياته بسيطة وعلى قده، برضو بيحاول ان هو يساهم بحاجة بسيطة حتى ولو شنطة، بس اللي هو عمل حاجه. عمل خير. بالظبط. فانتي برضو انتي من وجهة نظرك ايه الاعمال الخيرية اللي ممكن تتعمل في خلال الشهر ده، حتى لو الامكانيات بسيطة؟ بصي، زي ما انتي قلتي والله في الحته دي محبه، ودي حاجه جميله قوي. لو انا حتى على يعني في مقدورتي ان انا اعمل على الاقل شنطه، اعمل شنطه رمضان اديها لحد محتاج. لو انا ما قدرتش مثلا في حاجه زي دي، ممكن اعمل اطعام على قدي. يعني انا مثلا في مم. البيت اكلت وفي مثلا طبق فاض زياده، انزله لحد محتاج، حاجه صغيره جدا. ممكن يعني ابسط حاجه في الدنيا، اللي هي زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يعني تصدقوا، اللي هي البسمه. ان انت البسمه، تبسمك في وش اخيك صدقه. ان انت مم. تضحك بس في وش حد، ان انت تدخل كده تكون مبتسم، تبتدي اليوم بطريقه حلوه. في الحته دي برضو ان احنا ممكن اي حاجه عندنا مش محتاجينها نبتدي ان احنا نتصدق بيها. ممكن نجيب فوانيس صغننه كده بحبها ونوزعها قوي. مثلا قوي، ايوه، وانا بحبها جدا. بتبسطني جدا وانا يعني، انا ده فانوس صغننه صغنن كده كده في الميداليه. بس. ايوه. مش عايزه حاجه تانية. اديه مثلا لحد قريب مني بحبه، انزل مثلا اوزع على الاطفال في الشوارع. بتبقى حاجات بسيطه قوي، وانا جوايا انا عارفه ان ده خير، فانا بوزع البهجه، بنشر البهجه على الناس. فدي بتبقى حلوه قوي. بتبقى جميله قوي. مم. وجبر الخاطر كمان ممكن بسؤال، اساسي. مكالمه تليفون. لو حد بقالك كتير مش متعرفيش عنه حاجه، مكالمه تليفون في الوقت ده بتجبر بخاطره، وتحسي ان انت اكيد. فعلا عملتي حاجه كويسه. مش بالظبط. شرط تبقى حاجه ماديه، بس ممكن تكون حاجه معنويه. مكالمه تليفون، بالظبط. ابتسامه في وش حد. من العادات برضو اللي انا نفسي يعني ناخد بالنا منها كلها،
كلنا العصبيه. يعني انا ساعات ببقى ماشيه في الشارع بصراحه، والله ساعة الصيام بالظبط. عربيه خبطت في عربيه، ممكن العربيه ما يحصلهاش اي حاجه، بس انا بقول لك انا صايم بقى، انا متعصب، هي دي انا الحجة، دي الحجة إن انا وتلاقي صايم. شده وعصبيه. يا جماعه يعني انت صايم، يعني الصيام ما قالش ان احنا نتعصب على لا بعض، خالص، ولا الصيام ان احنا تهذيب. نتخانق مع بعض. صح. يبقى في صبر وطولة بال وكمان يعني المعاكسات دي من العادات السيئة. يعني هي دي يعني موجودة في لو كل واحدة وقت. ماشية اللهم إني صايم، طب أنت ما تبصلهاش أصلا، مثلا يعني والله ليه بص الناحية تقولي التانية. الكلمة كده كأنك أنت ما انت عكست. قلت خلاص بالظبط، يعني أيوه فكرة حتى اللهم اني صائم، طب ما خلاص ما انا عرفت. أيوه وصل أيوه. لي الحتة دي تمام. فاكرة فوازير نيلي وشريهان؟ اكيد. فوزي أنا لحد نيلي وشريهان النهاردة بقعد تحفة. أتفرج عليها والله، وانا عروستي. بطلعها من على اليوتيوب واتفرج عليها. ايوه وفطوطة. وفطوطة وفوازير عمو فؤاد وعمو فؤاد جميلة. وبوجي وطمطم بوبي وطمطم دي بقى تحفة. وبكار. وبكار، لا بكار دي بقى انا اصلا يعني من وانا صغيره عاشقه اصلا لبكار. يعني وانا صغيره من كتر ان انا حبي فيه، انا بحب الرسم، فكنت رسمه له كده صوره صغنونه عندي وحطاها، كنت كل شويه ابص عليها كده ببقى فرحانه. نوران انت رجعتي لايام زمان قوي. ايوه. والله الذكريات دي احلى حاجه. ده حقيقي. بس انت شايفه ان اجواء رمضان دلوقتي اختلفت عن ايام زمان؟ يعني هل موضوع المسلسلات والفوازير والحاجات اللي كانت بتتعرض كانت فارقه معانا قوي في رمضان زمان ودلوقتي؟ هي دي اللي فارقه، ولا ممكن يبقى في حاجات تانية تفرق معانا وترجعنا ايام زمان الحلوه دي؟ بصي هو دلوقتي بصراحه رمضان اختلف كتير عن رمضان قبل كده، ومن اكتر الحاجات اللي بحاول ان احنا نرجعها تاني او نفسي ان هي ترجع تاني فكره مثلا ان انا لمه العيله حتى. يعني زمان كنا مثلا ايه تلاقي ماكسيموم مثلا مسلسلين 3 مسلسلات في رمضان، دلوقتي عدد المسلسلات كبير جدا. فزمان احنا كنا بنقعد كلنا مع بعض ونقعد نختار مسلسل فيهم، نشوف كده الحلقات كلنا مع بعض كأسرة. لكن دلوقتي كل واحد بيقعد على الايباد، بيقعد على الموبايل، ايا كان المنصه اللي بيتفرج عليها، بيقعد يتفرج على المسلسل لوحده، كل واحد بقى لوحده حاطط السماعات في ودانه وقاعد لوحده.